مصاريف التنازل بتكون على مين؟ وهل هي قانونية ولا لا؟ وازاي ان انا ممكن ما ادفعهاش، او ازاي ان انا اقدر اتفاداها؟ صلي على النبي واجاوبك على كل الاسئلة دي. مصاريف التنازل او نقل الملكية او الترانسفير فيز دي في قانون كده صدر. القانون ده رقم 181 لسنة 2018، المادة 15. المادة 15 بتنقسم لجزئين. أول جزء بيقول لك لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. ده أول شق. تاني شق: ولا يجوز أن يتضمن التعاقد تقاضي البائع أو خلفه أي رسوم أو نسبة أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية أو مقابل هذا التصرف، ويقع كل شرط يخالف ذلك باطل. يعني القانون واضح جدا، اللي هو بيقول لك ان حضرتك الطرف الاول او الشركة المطورة ملهاش الحق ان هي تاخد اي رسوم او نسبة او ترانسفير فيز او الكلام ده كله. كويس. طيب المطورين قالوا ايه؟ قالوا ان دلوقتي احنا ما عندناش مشكلة في القانون ده، وده قانون محترم وكل حاجة، بس الكلام ده لما المشتري يخلص ثمن الوحدة بتاعته بالكامل. طب ليه يا جماعة؟ لان حضرتك دلوقتي احنا دلوقتي الضرايب بتبقى فاكرة ان احنا بعنا الوحدة دي مرة تاني، فبيطلبوا مننا ضرايب. حضرتك بعت وحدة دخلك فلوس، مع ان انا ما بعتهاش، ده المشتري هو اللي باعها. طب ما حضرتك اكيد يعني عندك ما يثبت ده اللي تقدمه للضرايب، يعني اكيد في الاقرار بتاع التنازل والبروسيس دي كلها، واكيد ان معانا النسخه بتاعت العقد اللي متسجله قبل كده باسم المستشار الاولاني. فيعني ما علينا. فطبعا في بعض الشركات بتطلب بقى ارقام كبيره جدا. ليه؟ لان هم يعني ده بيبقى بغرض الربحيه، مش غرض ضرايب او الكلام ده. انت دلوقتي حضرتك كنت واخد وحده باكس، بعتها باكس ونص او ب2 اكس، طب طلع لنا اي حاجه. ف يعني انت بقى بتبدا